لو انت من الناس اللي كانت بترجع كده من المدرسة بتعيط وتدبدب كده في الأرض أول ما تعرف ان النهاردة الغدا سبانخ، تعالي كده جنبي علشان ناوية النهاردة ان شاء الله أصالحك على السبانخ، وخليكي كده تندمي على كل الأوقات اللي ما كلتش فيها سبانخ كده زي حالاتي. يلا كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات، وشجعوني كده بلايك وكومنت حلو زيكم. أولا السبانخ من الخضروات الحلوة جدا الغنية بالحديد وكلها فيتامينات، ولازم كده لو ما اتعملتش بطريقة صح وحلوة لا كبار ولا صغيرين هيحبوها ولا هيرضوا ياكلوها. بس بصراحة انا لما جربتها لقيت نفسي حبيتها كده، ندمت على الايام اللي فاتت اللي ما كنتش باكل فيها سبانخ. السبانخ هاتيها كده تكون قصيرة ما تكونش طويلة، وتكون الورقة بتاعتها عريضة كده وحلوة، وتكون خضرة وطازة. اغسليها كويس جدا، لازم تتغسل كويس جدا مرة واتنين وتلاتة كده في المصفى، ويتحط عليها شوية من الخل علشان تنزلي بقى اي شوائب عليها او اي طينة او اي حاجة. كل ربطتين من السبانخ عليهم ربطة كبيرة كده حلوة من الكزبرة الخضراء، بغسلهم كويس زي ما قلت لكم، بصفيهم وبقطعهم زي ما انتم شفتوا كده. حلة بقى على النار فيها معلقة من السمنة البلدي او الزبدة او الزيت لو مش متوفر عندك ولا سمنة ولا زبدة. حطيت فيها كده بصلاية مبشورة، حطيت فيها كده حوالي ربع كيلو بس من اللحمة القطع الصغيرة، احنا بنحبها قطع صغيرة كده. بدأت ان انا شوحتها مع فصين من الحبهان فصين من المستكة، وبدأت ان انا حطيت عليها ملح وفلفل وشوحتها كده كمان شوية. حطيت عليها مية غلت لمدة كده ربع ساعة يعني 3/4 سوا. بعد كده بجيب السبانخ بتاعتي بحط كده عليها بحطها على اللحمة بتاعتي وببدأ ان انا اقلبها كده يمين وشمال شوية كده. بعد كده بنزل عليها بكوبايتين كبار من عصير الطماطم، بنزل عليها كمان بمعلقتين كبار من الصلصة، وببدأ ان انا احط عليها كده معلقتين كبار من الفريك منقوعين لمدة ساعة. وبعد كده بغطي عليها لحد ما تتسبك. عايزه اقول لكم ان السبانخ بتاخد سوا، بتقعد لها حوالي ساعه على البوتاجاز. بعد كده بعمل لها الطشه الجميله اللي انتوا شفتوها، بعمل لها كده فصين من الثوم وكزبره خضراء. اول لما بطشها كده عليها الطشه الجميله ديت بغطيها كده وبسيبها كده حوالي 3 4 دقايق. وبعد كده لازم تكتمي كده الطشه بتاعتها وتاكليها بقى كده مع عيش او تاكليها كده مع شويه رز بشعريه، بيبقى طعمها حلو جدا. الف هنا لو جربتوا الوصفه وعجبتكم حطوا لي لايك واعملوا لي كده كومنت حلو زيكم.